قالوا عني. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هطلع اتكلم معاكم على اغنيه محمد حماقي الجديده من الالبوم الجديد، واغنيه قالوا عني ايه من البوم سمعوني، لسه نازله كده بقى حبه حلوين. يلا بينا يلا بينا. قالوا ايه؟ ما تفهميني قالوا ايه؟ اغنيه قالوا عني ايه كفريق العمل مبدئيا من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان عمرو مصطفى، ومن توزيع أحمد إبراهيم. بالمختصر بتتكلم عن إن هو كان بيحب واحدة، والواحدة دي خيبت كل توقعاته، عقلها بيوزها كتير وبتقعد تسمع لكلام الناس، وبعد ما هم كانوا عايشين في أحلى قصة حب كل ده اتدمر، ما كملوش مع بعض في الآخر، وكل ده كان بسببها هي، وهي اللي بوظت كل الموضوع، العلاقة اللي كانت ما بينهم، بسبب إن هي بتسمع للناس، وبسبب إن هي كانت عقلها بيوزها كتير، وكانت ودانية بمعنى أصح. وطبعا في حد ذاته غلط، وبيعلمنا حاجه مهمه، ان احنا مش دايما نسمع من الناس اللي حوالينا، لازم تبقى واثق في شريك حياتك اكتر من كده، ويبقى عندك ثقه فيه، وتسمع منه وتتفاهموا مع بعض. لكن بقى تسمع من كلام فلان هو كان فيه كذا، او هو معاه مش عارف ايه، او هو عمل ايه، لازم الاول تبقى واثق في شريك حياتك وتسمع منه كويس جدا. بلاش كلام الناس اللي ولا بيودي ولا بيجيب ولا بيأخر، ملوش اي لازمه. شابوه كبير جدا من محمد حماقي. كموضوع الاغنيه عليه موضوع جديد جدا، وعجبني قوي الفكره دي، ان محمد حماقي يغني النوعيه دي من الاغاني. الكلمات جامده جدا من أمير طعيمة وعجبتني، وبصراحه انا سمعت الاغنيه دي اكتر من مره، كانت داخله دماغي جدا، وكميه يا جماعه المزيكا اللي فيها. طبعا انا مش هتكلم عن اللحن الجبار من عمرو مصطفى، بصمته واضحه جدا في الاغنيه، وعامل شغل حلو قوي في اللحن، اقول له شابوه كبير. بعشق الحان عمرو مصطفى، وكمان شغله مع محمد حماقي بحس ان هو امتداد زي شغله مع عمرو دياب، نفس التوليفه كده. اشتغل مع حماقي بجد بيطلع كل ما عنده وكل الحلو اللي عنده، بجد بيطلع الحان، وبقول له انت مبدع، وانا بحب الحانك وشغلك مع محمد حماقي. احمد ابراهيم عامل توزيع زي ما قال الكتاب. الجيتار يا جماعه اللي كان في الاغنيه برده كان عالي جدا، الميكس والماستر طبعا من امير محروس، كل العمل يا جماعه على اكمل وجه، وكان طالع بشكل كويس جدا. توزيع برده متميز، والثلاثه عاملين مع بعض ماتشنج كلهم ومش نفس الاتجاه. الاغاني شايف ان هي متكامله محمد حماقي، واغنيه هتعيش كتير تتسمع، وشايف ان هي هتعمل بصمه في الالبوم، ان هي دي الافتتاحيه المناسبه للالبوم. يا جماعه مزيكتها مش قادر اقول لكم عامله ازاي. طبعا محمد حماقي عامل لنا في الالبوم سمعوني اغنيه ثانيه هتنزل برده ممكن الاسبوع اللي جاي، وبعد كده ان شاء الله الالبوم هينزل كله بالكامل. هم اغنيتين والخطه ماشيه كده لغايه لما الاغنيه الثانيه تنزل، وبعد كده الالبوم كله هينزل كامل على كل المنصات. عامل مزيكا السنه دي جامده جدا، واتوقع له الالبوم نجاح كبير زي البوم كل يوم من ده كده بالظبط. السنه 2019 هيعمل نجاح زي ده انا متاكد. اغاني يا جماعه ومفاجآت حلوه جدا. في ديو مع شيرين عبد الوهاب، اغنيه هتعدي بنسبه 100%. في ديو مع شيرين عبد الوهاب في الالبوم، هيتضاف لالبوم حماقي. اغنيه انا عجبتني جدا، وشايف ان هي من الاغاني اللي هرجع اسمعها كتير. موضوع حقيقي قوي، وبتتكلم عن قد ايه ما ينفعش شريك حياتك يكون وداني وبيسمع للناس، ضيع كل اللي ما بينهم في ثانيه. شوف هم كانوا فين وبقوا فين بعد ما هم كانوا احسن قصه حب واحسن حياه مع بعض. كل ده راح واتدمر بسبب شويه كلام هي سمعته من حد، او الشخص اللي كان في حياته سمع الكلام ده من حد تاني او عليه، لا قالوا عني ايه؟ طب هم بيعيبوا فيا ليه؟ ومن الاخر كده انت بسبب كلامك، وان انت بتسمعي، وان انت عماله تهري كتير، كل ده دمر علاقتنا ودمر اللي ما بيننا على ما فيش. الاغنيه ككلمات ولحن وتوزيع شايف ان هي من الاغاني المتكامله، وهرجع اسمعها كتير الفتره اللي جايه. اتصدمت لما سمعت الاغنيه، فيها شغل جامد. التوزيع برده كان فيه شغل عالي جدا كعاده اغاني حماقي، والمزيكا بتاعت حماقي انتوا عارفين بتبقى جامده جدا. انا بشوف ان هو امتداد لعمرو دياب، وبعد عمرو دياب على طول الراجل ده انا بستنى شغله ومزيكته والاغاني بتاعته. طبعا عمرو مصطفى انت اقول لك شابوه كبير، اديت الاغنيه في حته ثانيه. اللحن برده كان فارق جدا في الاغنيه، وبصمتك واضحه قوي في الاغنيه دي. قولوا لي رايكم في الكومنتات تحت، وعرفوني الاغنيه كانت عاجباكم وما كانتش قد كده. انا ده كان رايي في الاغنيه النهارده. استنوني في فيديو جديد، واشوفكم ان شاء الله على خير، وبحبكم جدا، وكل حد بيتفرج عليا وبيشجعني وبيعمل لي كومنت حلو في كل مكان بيتابعني انا بحبه، وبحبكم كلكم طبعا. ولسه جديد بتشوفني اشترك وفعل زر الجرس، واعمل لي لايك لو الفيديو عجبك، وشير في كل مكان لكل اصحابك بقى، واظبطوني لايك وشيروا سبسكرايب. مزجت جدا بيها، عملت حاله حلوه جدا، وشايف ان هي من الاغاني اللي هتعلم كتير لقدام لمحمد حماقي، ومن الاغاني اللي هتعيش فيها بصمه قويه جدا كمان من عمرو مصطفى واحمد ابراهيم في التوزيع. امير طعيمة طبعا انت اللي عامل الموضوع كله، اقول لك شابوه كبير. كان وحشنا حماقي وصوته واغانيه. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. سلام.